الله وبركاته. اليوم نوريكم واحد الطريقه ديال الشطون او سردين، المهم اللي كان موجود عند بالخضره. كاين الشطون كنحيدو له كنغسلوه ونقيوه، نحيدو له الشوكه ديالو، كنقطعوه كنطحنوه في الهشوار. وهنايا معنا 3 ديال المطيشات، واحد الفلفله، وواحد نص ديال الحمضه، ثومه والشطون. المهم كنقطعوا مطيشه، كنقيوها ونقطعوها مربعات، نحكو شويه ديال الثومه، كنحكو الثومه حتى كنساليوها كلها، 2 ولا 3 ديال الفصوص على حسب يعني الذوق ديال كل شخص. المهم كيجي لذيذ هاد الطاجين ديال الشطون او السردين اللي كان موجود. هنا كنضيفو شويه ديال زيت الزيتون، نخليو الثومه غير تسخن شويه باش ما تحرقناش زيت الزيتون، يعني نسخنوها شويه وصافي، ما نخليوهاش تحرق. هاد زيت الزيتون معروفه يعني خصها تبقى يعني الفوائد ديالها لا تحرقات ما كيبقى فيها، كترجع بالعكس يعني مضره، ماشي مفيده. مره كنحركوها حتى كتلوى شي شويه، كنضيفوا عليها مطيشه، هنا كنقطعوا البصيله نضيفوها مع الشطون او السردين. صافي الشطون ديالنا هو منقي، كنحيدوا له ديك الشويكه اللي كتكون في الظهر. وكنكملوا كما موضح يعني في الصوره حتى كنساليوها يعني كلها. كنحاول نزرب شويه الفيديو باش ما يجيش طويل، كنستمر. صافي هنا كنرجعوا للطاجين ديالنا، نحركوه ونخليوه حتى تلوى تذوب ديك المطيشه. صافي كنرجعوا نكملوا على الشطون اللي طحنا في الهشوار. هنا كنزيدو التوابل، سكين ملحه، شويه ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال الابزار غير نص ديالها، وسكينجبير، نفس التوابل اللي كنعملو في الكفته ديال الحوت كنعملو في الطبق. صافي حتى كنزيدو شويه ديال نفس التوابل، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، سكينجبير، نفس التوابل، شويه ديال الكمون،
شويه ديال زرع القزبر، شويه ديال التحميره او الشاونيه كل واحد اش كيسميها. زرع القزبر ما كنضيفوهاش للسردين او الشطون، كنضيفوا له البصله، كيجي لذيذ 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 بزاف. يعني جربوه وتشوفوا ردوا عليا الخبر، كيجي لذيذ. صافي كنقطعو هنا ديك الفلفله، بصيله، ديك نص ولا ربع ديال الحمضه مصيره. صافي كنرجعو للكفته ديالنا من بعد ما طابت ديك لاصوص، كنزيدو لها الحر اللي كيبغي الحر. هنا عندي واحد الفلفله حمراء صغيره مقطعتها صغيره دواور، ما تصورتش دابا كتبان مصوره في الطاجين. صافي وكنكملو حتى كنساليو ديك الكفته ديالنا كلها وكنغطيوها كما كتعرفوا بان السردين او الشطون يعني مفيد للصحه بالنسبه للدراري الصغار اللي ما كيبغيوش ياكلوا لنا السردين او الشطون. بهذه الطريقه كيتلف، ما كيبقاش يباين يعني اش من نوعيه ديال الحوت وكياكلوه. يعني جربوه. صافي وكنستفوا فيه ديك الفلفله، ديك الحامض، الليمونه مسيره. وكنزيدو حتى ديك البصله اللي قطعنا بقات من الكفته كنضيفوها حتى هي. اللي ما كياكلش السردين ياكلوا بهذه الطريقه، كيجي لذيذ السردين او الشطون. حيت انا عاملاها بالسردين وعاملاها بالشطون. المهم دابا كان عندي موجود الشطون، عملتها بالشطون. كنزيدو ديك الفلفله يعني حاره. صافي كنزيدو شويه ديال زيت الزيتون. صافي وكنخليوه يطيب. من بعد ما طاب نخليوه يتشحر، يعني يبقى في الليدام ديالو، ما نخليوهش يعني فيه الماء. نتمنى يعجبكم، وشكرا لكم بزاف. نتمنى تعملوا لي لايك والاشتراك بالصحه والراحه. نتمنى يعجبكم وكيجي الفيديو بزاف. نتمنى يعجبكم ان شاء الله وتجربوه وتردوا عليا الخبر في الكومنتير.